السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة إن شاء الله هفرز الطماطم. وإزاي هنفرزها؟ بعد ما جبت الطماطم غسلتها كويس وقطعتها أهو، قطعتها كده تمام انصاص، وحطيت عليها بنجراية أهي البنجراية تمام، وأحط عليها كوباية مية صغيرة أهي، وهولع عليها البوتاجاز. بسم الله أهي، واسيبها بقى تعيش مع نفسها تستوي كويس، وبعدين هطحنها وبعدين هشيلها في اكياس اهي. بعد ما تتسبك هحط لها شويه بابريكا، والبنجرايه بتاعتنا اهي اخرطها على الطماطم وهسيبها تتسبك مع بعض. اهم حاجه ما يكونش النار عاليه قوي عشان الطماطم ما تشطش مننا اهي. نغسل الطماطم كويس بعد ما نجيبها، بعد ما نغسلها يعني هنقطعها في الحله انصاص، ونحط عليها كوبايه ميه وبنجريه كده صغيره لو عندك، او شويه بابريكا اللي عندك حطيه، عشان تبقى الصلصه حمرا كده، تعملي بيها المحشي، تعملي بيها مكرونه، تبقى حمرا يعني وحلوه. لو القوطه صفرا تمام، نسيبها بقى تستوي كده. الطماطم بتاعتنا اهي داخله على السوا، هنقوم نطحنها. بسم الله. بدل ما لسه هفضيها في الخلاط هعملها كده، وبعدين اعبيها في اكياس. القوطه دي انا عاملاها مخصوص للمحشي، يعني هشيلها في اكياس وهشيلها للمحشي مش هصفيها. لكن انا عندي صلصه تانية مصفياها عاملاها مخصوص للمكرونه، لكن دي مش هصفيها عشان ديت للمحشي، يعني عادي بالقشر بتاعها عادي، مش هصفيها حتى لو خشنه. اهي كده خلصتها خلاص تمام كده اهي. تاخد غلوه وبعدين هطفي عليها واحط لها معلقه بابريكا اهي، نحط لها شويه بابريكا. بسم الله اهي. لما طحنتها ابتدت بقى تطرطش، احط لها كده معلقتين بابريكا، معلقه كمان عشان المعلقه دي صغيره اهي. تاخد غلوه وبعدين اطفي عليها. دي بقى يا دوبك هعمل البصله للمحشي، وبعدين هحط الطماطم دي عليها تبقى جاهزه يعني للمحشي اهي.
او هشيلها في اكياس زي ما هي كده، هشيلها في اكياس واحطها في الفريزر، ولما عاوز كيس ولا حاجه اقوم مطلعه وعامله له بصلايه بصل وكده للمحشي، واقوم حاطاه عليه، تبقى جاهزه للمحشي، ويا دوبك احط الخضره. اهي الصلصه بتاعتنا اهي، هعبيها في اكياس بعد ما ما تاخد لها غلو. اهي الصلصه بتاعتنا بعد ما اتسبكت وطحنتها في نفس الحله اهي، تبرد بقى وبعدين هعبيها في اكياس. اما اكون عايزه اعمل محشي، هطلع كيس واقوم عامله له البصل بتاعه والتخديعه تبقى جاهزه يعني. التخديعه جاهزه بتاعتنا اهي، يا دوبك هطلع الكيس واعمل له البصل. وممكن اعمله ني في ني، يعني اخرط البصل ني في ني واحط عليه الطماطم بعد ما اطلعها من الفريزر، واحط الخضره بس، يبقى حاجتي جاهزه وكل حاجه جاهزه يعني للمحشي اهي. بس لما تبرد اقوم اعبيها في اكياس اهي. ديت خزين الصلصه اهي، تفريز الصلصه. ولو هتعملي الصلصه ديت للمكرونه تقومي تصفيها بمصفى تكون ضيقه، تمام، عشان القشر اللي فيها. بس انا سايبه القشر اللي فيها عشان ديت انا عاملاها مخصوص للمحشي، انا عندي اللي هي للمكرونه. تمام كده يعني ما يعني عادي لما يكون اللي هتعملي للمحشي تعمليها خشنه عادي، حتى لو هتقطعي الطماطم ما فيهاش حاجه يعني. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتدوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.